بتقول لي ما بنعرفش نرح. بصوا بقى واحده واحده. الناس بقى اللي بتقول لي ما بنعرفش نرح يا شيماء، استنى علينا واحده واحده واعملي لنا الفيديو بالراحه. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على رسول الله الاول كده وسمي الله كده وانت ماسكه المطرحه. بسم الله اهو. انا بنطق الرغيف عادي خالص، خليكي واثقه من نفسك وانت ماسكه المطرحه، ما تقلقيش، اوعي تخافي، اهم حاجه ما تخافيش. بصي اهو، هزتين وانطق الرغيف اهو. بس اوعي تنفضي المطرحه من الرده، لان الرغيف هيلزق كده في قلب المطرحه. تاني اهو، نشيل الرغيف كده اهو. بصوا اهو، لو انت اول مره تعمليه قطعيه صغير. الناس اللي بتقول لي السيراميك غلط يا شيماء، عايزه اقول لكم السيراميك مش غلط للناس اللي عايزه تعمل تخسيس، او الناس اللي عندها الضغط، او الناس اللي عندها السكر. ليه؟ علشان طبيعي بيبقى عندهم امساك، ولما تيجي تحطيه حطي بنسبه قليله جدا، يعني 15 جرام من السيراميك بس، يكون صحناه في قلب الكبه وحطيه مع الخليط العيش بتاع التخسيس. تمام؟ علشان الناس اللي بتقول لي دي غلط، لا ده مش غلط، علشان اغلبيه الناس اللي عندها سمنه وعندها السكر بيبقى دايما عندهم امساك، فلازم نحط معاه سيراميك ملين طبيعي. والمضاد الحيوي برضو في الجنزبيل حلوة قوي طبيعي برضو، والقرفة بتعلي الحرق وجميلة جدا وبتخلي طعم العيش حلو. تمام؟ الناس كمان بقى اللي بتقول لي يا شيماء قولي لنا المقادير، 3 كيلو من دقيق كامل الحبة، على نص كيلو من الردة، على نص كيلو من الدقيق الاسمر اللي هو البلدي بنحطه عليه. احنا ليه بنحط الدقيق اللي هو البلدي اللي هو الاسمر ده؟ علشان يمسك الخليط معانا شويه ويقب زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ زي ما انتم ما بتشوفوه بيقب معانا. لو ما عملتيش الخطوه دي العيش هيطلع معاكي مش قابب، لازم تعملي تحطي الدقيق البلدي اللي هو الاسمر ده علشان العيش يقب معاكي ويعمل له تماسك شويه، لان بيبقى اغلبيه الرده فيه اكتر من الدقيق الكامل الحبه، بيبقى في الرده كتير، وكمان احنا بنحط له كمان رده كمان فده. وتحطي كمان نص كيلو شوفان يا اما كيلو شوفان. تمام كده؟ علشان يمسك معاكي. بصوا بقى اهو الرق بتاعنا بالراحه، واحده واحده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وارمي في النص كده وداير على الجناب، والرغيف هيقب معانا. لو رقيتي الرغيف قوي مش هيقب معاكي اهو. بصوا بنشيل الرغيف من على الصينيه او من على الالواح، يعني بنلقطه، وبعد كده ايه اهو. بصوا بقى ماشيه معاكم واحده واحده خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الطريقه سهله قوي يا بنات. لو انت اول مره تعملي العيش ده وتخبزيه، يبسيه شويه في العجينه بتاعتك علشان تعرفي تقرصيه وتعرفي تلقطيه وتحطيه على المطرحه وتعرفي ترقيه كمان. الولعه بتاعه الفرن بتكون على العيش، اي عيش سواء عيش بلدي او عيش تخسيس، بيكون النار عاليه زي ما انتم شايفين كده. ولو انت اول مره ارمي رغيف برغيف ودايري في الجناب، وما تمليش الفرن مره واحده علشان ما تحتسيش وتلاقي العيش كله اتحرق منك واتلهف منك ومش عارفه تقلبي مش عارفه تضيري، يبقى ترمي رغيف برغيف يا اما رغيفين برغيفين. تمام كده اهو. لو محترفه بقى ومتمكنه من نفسك او شاطره قوي ما شاء الله عليك، يعني املي الفرن زي ما انت عايز. العيش اللي هو بتاع التخسيس بتاعنا ده او العيش الصحي ده بيحب القاع بتاعه هادي جدا، حتى لو انت موطيه النار بيتلسع بسرعه، فبيحب النار هادي جدا، والوش بيحبه حامي. تمام؟ صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. عايزه اقول لكم ان الحمد لله بفضل الله الناس كتير طلبت العيش ده وعليه اقبال رهيب جدا، وناس بتحبه قوي. ليه؟ علشان في قلبه قرفه مخليه طعمه حلو. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. الصلاه على النبي.